في الفريق نتكلم على النادي الرياضي الصفاقسي كمجموعه. معناها اليوم اذا كان باش نقعدوا ونشخصوا علاش فلان لعب وعلاش فلان ما لعبش، معناها وكانه النادي الصفاقسي نختزلوه في لاعب او لاعبين، هذا مش ممكن. اللاعب عنده قيمته واللاعب عنده معناها مكانته، لكن وقت اللاعب ينزل مستواه لاسباب فنيه او لاسباب ذهنيه، اكيد انه باش يخلي المكان الغير، وهذا معناها مره اخرى ما ينقص حتى شيء لا في قيمه اللاعب ولا في قيمه النادي الرياضي الصفاقسي كفريق. فريقنا معناها يمر بظروف صعيبه، نحاولوا نتعاملوا مع الوضعيات هذه اللي تجينا، وان شاء الله من هنا الفتره قريبه تستقر الامور ويرجع النادي لمستواه المعهود ويرجعوا اللاعبين للتركيز نتاعهم. مازلنا في الجوله 12، مازال الترجي بدا البدايه متعثره، النجم توا بدا يعمل في نتائج سلبيه، ما تلعب حتى شيء في البطوله، مازالوا 3 جولات، لازمنا نداركوا في 3 جولات هذوما نرجعوا نقاط باش نبقاو ديما موجودين. مازال الدور الثاني كامل، يعني فتره اياب كامله ما تلعب حتى شيء، كل فريق قادر باش يرجع في المنافسه، لكن احنا نمر بظروف صعيبه، هذا الناس كل يعرفوه. عندنا ضغوطات معناها على مستوى بعض اللاعبين اللي فقدوا نوعا ما التركيز نتاعهم، نحاولوا نتعاملوا باكثر ما يمكن باش نبقاو متوازنين ونبقاو نحافظوا على النتائج. اليوم جاتنا هالفتره صعيبه مع زوز نتائج سلبيه، لازمنا بسرعه نعاودوا كيفاش نلموا امورنا ونعاودوا نركزوا اكثر باش نجموا نفوزوا في المقابله الجايه. بارك الله فيك.